الأحداث الخارجية ليست هي التي تتحكم في المشاعر. ده ببساطة كان رأي ألبرت أليس اللي بيقول فيه إن الأحداث الخارجية والمواقف اللي بنتعرض ليها ليست هي اللي بتأثر في المشاعر بتاعتنا أو طريقة تصرفنا، ولكن طريقة إدراكنا وتفسيرنا للمواقف دي هي اللي بتأثر بشكل مباشر في المشاعر والسلوك بتاعنا. وده كان جاي تطويرا للمدرسة السلوكية اللي أسسها واتسون، اللي كان بيقول فيها إن المثير هو اللي بيأثر في الاستجابة. يعني العوامل الخارجية والعوامل الضاغطة هي اللي بتأثر في مشاعرك وسلوكك. مثال، يعني أنت النهاردة مثلا كنت متفق مع واحد صاحبك إن هو هتتقابلوا الساعة 7، فصاحبك ده اتأخر، الموقف ضاغط فأنت اتعصبت. واتسون في المدرسة السلوكية كان بيتخذ الاتجاه ده، ان المثير ان صاحبك اتأخر عليك، فالاستجابة ان انت اتضايقت، الموضوع انتهى، الاستجابة نتيجة الايه المثير ده. انما ألبرت أليس قال لك لا، قال لك اللي بيتحكم في مشاعرنا وسلوكنا مش المثير بقى، هو طريقة ادراكنا للمثير ده. دخل فيه الجانب المعرفي. صاحبك اتأخر عليك، فبدل ما تتضايق على طول لا، طب انا افسر الموقف. ممكن مثلا صاحبي ده مش متعود يتأخر، فالنهارده اتأخر فأكيد لظروف خارجة عن إرادته، فبالتالي أنا ما اتضايقتش وما تصرفتش بتصرف غضب، أنا كنت هادي. فبالتالي اللي اتحكم هنا في السلوك أو المشاعر ليس المثير الحدث اللي هو اتأخر صاحبي، لا، ده طريقة إدراكي للمثير لما أنا قعدت أتناقش وأشوف الجانب المعرفي مع عقلي إن ليه صاحبي اتأخر، وقعدت أتناقش وأعمل إبدال للأفكار السلبية اللي في دماغي. فدي ببساطة كانت رأي المدرسة الاتجاه العقلاني الانفعالي اللي أسسه ألبرت أليس، اللي كان جاي مكمل ومطور للمدرسة السلوكية اللي ابتداها واتسون ومن بعد جون بافلوف وسكينر صاحب نظرية الاشتراط الإجرائي.